اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى احضر معاكم فطار كده حلو وسريع كده. النهارده بقى الجمعة، جمعة مباركة عليكم جميعا. طبعا اجازة بقى المدرسة وكمان اجازة جوزي، فقلت بقى ايه، اعمل لهم فطار حلو كده يفتح نفسهم بما انهم مجمعين معايا النهارده. اول حاجة بقى طبعا عملتها ان انا حطيت طاسة على النار، ونزلت عندي بتنجانة مقطعاها كده، واديتها تحميرة حلوة كده، خدت لون حلو قوي، وطلعتها اول ما خدت لون. بعد بقى كده ما خدت لون حلو وصفيتها كويس من الزيت، عندي بقى فلفل برضو مقطعاه كده ونزلت بيه برضو يتحمر. انا لما بعمل الفلفلاية على بعضها يعني كده بتشرب مني زيت، فانا بقيت بحب اقطع الفلفل كده واديله تحميره، ومش بيجيب كمان في التحمير. بعتذر بقى لو صوتي فيه حاجه، طبعا عارفين برد الشتا طبعا، مش راضي يروح خالص، فمخليني حتى باخد نفسي بالعافيه، فلو لقيتوا حاجه في صوتي فانا بعتذر، ده من البرد. المهم بقى خلاص كده الفلفل عندي خلاص اخد لون و اسفه. وخلاص بقى بدأت كده ايه، اصفيه كويس من الزيت. خلاص كده بدأت، مش عارفة الفلفلاية دي كانت مدوخاني وكانتش حالفة، كانت حالفة ما تطلعش ولا ايه، بس الحمد لله يعني طلعتها في الاخر. خلاص بقى كده بعد بقى ما اديته تحميرة حلوة، صفيته بقى كده من الزيت كويس، وكمان بقى حطيت طاسة تانية وحمر كمان طبعا بطاطس، طالما بتنجان وفلفل اكيد بطاطس طبعا. المهم بقى ايه، قدحت الزيت كويس. اهم حاجة بقى خلوا بالكم الخطوة دي كويس، لان الخطوة دي هنا انتوا شايفين طبعا الزيت بيفور. طبعا انا لما بدأ لقيته بيفور فهديت النار كويس، وكملت احط البطاطس عادي، وبعد كده عليت النار تاني. اهم حاجة لو لقيتوا الزيت بيفور لازم توطوا على طول النار، عشان الزيت طبعا عارفين انه خطر لا قدر الله، يعني ربنا يسترها. طبعا بقى ايه، سبت بقى البطاطس بتاعتي كده ايه تحمر براحتها بقى. قلت لجاية طب ما تتحمر، قلت هعمل طبق فول. إيه الفول ده بقى اللي انا كنت مدمساه معاكم، حلو قوي والله يا جماعة، تحفة. وما اخدش مني ضرب في الخلاط، انا ضربت المرة دي في الخلاط كده يعني على طول خلصته. طبعا بقى كده نزلت بطحينة، نحط معلقة طحينة واحدة لان الطحينة اللي عندي خام، انا بس عندي المعلقة صغيرة خالص، فحطيت ايه كذا مرة بيها يعني، بس هي لو الطحينة عندكم خام بتنزلوا بمعلقة واحدة بس. تمام. خلاص بقى كده بعد ما حطيت الطحينة، بعصر بقى كده نص ليمونة كمان. بعد ما عصرت الليمونة كده كان عندي بذر بتاع الليمون ده، طلعته كده شيلته بالشوكة. وخلاص بقى ايه بنزل كده بقى برشة بشوية زيت كده ورشة ملح، وكمان بحط شوية كمون وشوية كزبرة، والمفروض كمان شطة، بس انا عشان عندي اطفال فما برضاش احط شطة، لكن لو انتوا بتحبوا الشطة ومفيش اطفال عادي حطوا، لكن انا بكتفي كده عشان عندي اطفال، وبقى طعمه حلو قوي طبعا. خلاص بقى كده كنت رشيت بقى رشة الكزبرة عندي، وكمان بقى بديله بس تقليبة واحدة كده، والفول عندي بيكون جاهز طعمه تحفة. خلاص بقى شوفوا شكله يفتح النفس ازاي، وطعمه كمان خطير. كمان بقى ايه عملت بقى كده طبق سلطة خضراء، قطعت طماطم مكعبات وخيار وخضرة،
وشوية ليمون وشوية ملح، وفضيت طبعا السلطة في طبق تاني. وكمان بقى كده غسلت شوية جرجير برضو كده حلوين. هنا خلاص بقى كانت البطاطس عندي خلاص اتحمرت وخدت لون حلو قوي. ببدأ بقى ان انا كده اصفيها كده. اهم حاجة بقى ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، ولو ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك حلو. هنا خلاص بقى ايه، قلت كمان بقى كده هحمر بيضتين كمان كده. حطيت الطبق عندي وسمنة كده بلدي، او لو ما عندكيش سمنة بلدي اي سمنة عادي اي نوع سمنة بتفضلي. خلاص بقى كده نزلت كده بالبيضتين اللي عندي، مش بياخد وقت خالص يا جماعة. خلاص كده بقى البيضة عندي كان جاهز، وقبل ما بطفي عليه على طول برش رشة ملح ورشة فلفل. خلاص بقى كده حضرت الفطار بتاعي، وحطيت كمان حتة جبنة بيضة كده، وكمان المخلل اللفت ده، المخلل اللفت اللي انا كنت مخللاه معاكم. تخليله سهل وبسيط، وانا منزله الفيديو بتاعه، وبيفضل معاكم لونه كده حلو، وكمان بيفضل معاكم قرمش ومش بيطرى خالص لغايه اما تخلصوا اخر شويه في البرطمان بتاعكم. خلاص كده بقى انا اكون خلصت الفيديو بتاعي معاكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم اسيبكم في حفظ الله ورعايته.